طيب رسالتي بقى لحمزة عبد الكريم. يا ولد يا حمزة يا لعيب. يا لعيب يا حمزة يا عبد الكريم يا لعيب. في تاريخ الكرة الأندية الكبيرة مش بتشتري مواهب، الأندية الكبيرة بتشتري مستقبل. بس لما نادي بحجم برشلونة يسيب أسواق البرازيل والأرجنتين وأكاديميات فرنسا ويوجه راداره بالكامل لشاب مصري عنده 18 سنة، هنا احنا مش قدام مجرد صفقة، احنا قدام مؤامرة تكتيكية مدروسة بالمسطرة. والأغرب إن في 23 يونيو 2026 واحنا في قلب معمعة كأس العالم، إدارة برشلونة قطعت الشك باليقين، فعلت بند الشراء النهائي رسميا بعد ممتد لحد 29. طب ليه الاستعجال ده؟ وليه كانوا مرعوبين إن المونديال يخلص قبل ما يبصموه على العقود؟ بس المفارقة بقى اللي تخليك تقعد تفكر إن في الوقت اللي كشافين اللاماسيا بيصنفوا الواد ده كظاهرة، تطلع أصوات في الشارع الرياضي المصري تهاجمه وتنتقده. ده أخد أكبر من حجمه، ازاي يروح كاس العالم وهو لسه ما كملش 18 سنه؟ هو عمل ايه اصلا عشان يلبس تيشيرت مصر في المونديال؟ غريب ان الهجوم ده مش جاي من فراغ، ده جاي من حاله عدم استيعاب للبروفايل التكتيكي بتاعه. علشان كده فضي دماغك تماما يا صاحبي، هات قهوتك وتعالى نفكك الشفره دي من اولها. مين هو حمزه عبد الكريم وليه البروفايل بتاعه بيعمل كل الزلزال ده في اوروبا ومصر؟ يا ولد يا حمزة يا لعيب. القصه ما بدأتش في شوارع القاهره الضيقه ولا في حواريها اللي طلعت مواهب بالفطره. حمزه اتولد في 1 يناير 2008 بسبب ظروف شغل اهله. طفولته الاولى وايامه مع الكوره كانت في ماليزيا، هناك في بيئه منظمه واكاديميه محليه متطوره. عيون الكشافين لقطت حاجه مش طبيعيه في طفل صغير، تكوين جسماني مش شبه سنه وغريزه هجوميه شرسه. لما العيله قررت ترجع مصر، حمزه ما كانش مجرد طفل بيحب الكوره، ده كان مشروع لاعب متاسس صح. دخل اختبارات نادي زد ونجح بتفوق، وبسرعه ومن غير مقدمات في سنه 2020 عيون النادي الاهلي لقطته، انضم لقطاع الناشئين في الجزيره. مين فينا ما يعرفش يعني ايه ناشئ في الاهلي؟ يعني ضغط، يعني مطالب بالبطوله وانت عندك 13 سنه، يعني سيستم ما بيرحمش. حمزه كان بيكبر بسرعه الصاروخ، كان مرعب لدرجه ان الداهيه الالماني مارسيل كولر لما نزلت عينه عليه في تقسيمه للناشئين ما ترددش ثانيه. كولر ما طلعوش الفريق الاول عشان يكمل القايمه او يجرب، لا ده رماه في النار وهو عنده 17 سنه بس. في فبراير 25 حمزه بيعمل اول ظهور محلي ليه قدام بتروجيت، بعدها بكام يوم بياخد مع منتخب الكره الافريقيه في دوري الابطال قدام شبيبه القبائل الجزائري في نص اجواء جماهيريه تخوف اي لاعب عنده خبره. النتيجه على ما موسم 24 25 خلص كان الولد حاطط ميداليه الدوري المصري الممتاز في جيبه، واثبت للكل ان جيناته بتستحمل الضغط العالي. بس لو الدوري المصري كان مرحله التعارف، فالانفجار الحقيقي اللي حطه على الخريطه العالميه كان مع منتخبات الشباب. ركز معايا في الارقام دي عشان تعرف احنا بنتكلم على ايه. مع منتخب مصر تحت 17 سنه حمزه لعب 19 ماتش، سجل كام بقى؟ 12 جون وصنع 6. احنا بنتكلم عن مهاجم بيساهم بالجون كل ما ينزل الملعب تقريبا، يعتبر هو اللي شال الفرقه لوحده في بطوله شمال افريقيا. سجل 3 اهداف وحسم اللقب واخد جائزه افضل لاعب في البطوله، هو اللي قاد الفراعنه الشباب للتاهل لكاس العالم تحت 17 سنه في قطر بعد ما كان دمر دفاعات افريقيا. وهناك في الدوحه المسرح العالمي اتفتح في ماتش مصيري مقفل قدام فنزويلا. حمزه قدم عرض تكتيكي مرعب واخد مان اوف ذا ماتش. في اللحظه دي بالظبط المدرجات ما كانتش جماهير عاديه، المدرجات كانت مليانه كشافين من برشلونه وفرق كتير من اوروبا. الكل كان بيفتح النوته ويكتب اسم واحد: حمزه عبد الكريم. يا ولد يا حمزة يا لعيب. الموهبه الانفجاريه دي خلت الوكيل العالمي الشهير كريستيان ايميل يطير مخصوص عشان يقعدوا مع المهاجم الشاب ويرسموا خطه الخروج لاوروبا. وفي شتاء 26 القنبله انفجرت، حمزه بينضم لنادي برشلونه على سبيل الاعاره من الاهلي مع بند احقيه الشراء. التاريخ اتكتب وبقى اول لاعب مصري في التاريخ يمثل الكيان الكتالوني. لكن الحلم الاوروبي اول ما بدا خبط في حيطه سد، مشاكل اداريه وبيروقراطيه معقده في تسجيل اللاعب، قعدته بره الملعب شهور. متخيل حجم الاحباط؟ لاعب عنده 18 سنه سايب اهله وبلده ورايح برشلونه ومش قادر يلعب ماتش رسمي واحد. اي لاعب تاني كان ممكن يفقد الشغف، وزنه يزيد ويتدمر نفسيا، بس حمزه هنا اثبت ان عقليته مش عقليه لاعب محلي. حمزه استخدم الفتره دي كمعسكر تطوير سري، قضى الشهور دي شغال خطوه بخطوه مع مدرب فريق تحت 19 سنه بول بلانس. الهدف اعاده هيكله تكتيكيه للولد، كان لازم يشحن الدي ان ايه بتاع برشلونه جوه عروقه. اتعلم ازاي يدخل محفزات الضغط العكسي، سرعه الباص من لمسه واحده، والوعي بالمراكز والمساحات. لما الورق خلص اخيرا في مارس 26 برشلونه اطلق سراح المهاجم الجديد، والرد كان صاعق. جون في اول ظهور ليه ضد هوسكا، 5 اهداف في اول 7 ماتشات دوري، واللقطه اللي خضت اسبانيا كلها، هاتريك تاريخي بالدماغ في 15 دقيقه بس قدام ماونت كارلو في الماتش اللي خلص 9-0 وحسم لبرشلونه لقب دوري الشرف. جوفينيل ايه الواد قال لهم انا مش جاي اتعلم، انا جاي اقود. طب ايه اللي مخلي جماهير برشلونه والمحللين التكتيكيين في اسبانيا مبهورين بيه كده؟ مش مجرد عدد الاهداف، لا، البروفايل التكتيكي. حمزه طوله 182 سم وبيلعب برجليه الاثنين بنفس الكفاءه، ده اللي بنسميه في الكوره الفيزيكال نمبر 9 او مهاجم المحطه. جوارديولا مدير اكاديميه اللاماسيا السابق قال جمله بتلخص كل حاجه: البروفايل ده المهاجم اللي بيسيطر بدنيا وعنده غريزه تهديفيه فطريه جوه الصندوق، حاجه نادره جدا عندنا في اللاماسيا. الاكاديميه دي تاريخيا مشهوره بانتاج لعيبه نص واجنحه مهاريين وقصار. احنا ما بنطلعش دبابات، علشان كده الستايل المباشر والقوه الجسديه خلوا الصحافه الكاتالونيه تشبهه بهالاند. ناس تانية في النادي شايفاه الخليفه المثالي والوريث الشرعي على المدى الطويل لليفاندوسكي. نقاط قوته الهيمنه المرعبه في الهواء، الذكاء الفطري في اللعب بظهره للجول، ثبت المدافعين ويطلع الفرقه عليه، وتوقيت الجري بتاعه جوه ال 18 ممتاز. بس عشان نكون منصفين مش بتوع شعارات، حمزه لسه عنده مساحات للتطوير.
المدربين التكتيكيين شايفين ان عشان ينجح بنسبه 100% في نظام الفريق الاول الصارم ده محتاج يطور الفيرست او الاستلامه الاولى. لما يجي له الباص على سرعه عاليه تحت ضغط محتاج يعلي من سرعه اتخاذ القرار في المساحات الضيقه. حمزه من كام شهر بس كان مجرد شاب واعد بيدور على فرصه للتسجيل، النهارده هو بيكتب عناوين الصحف الدوليه في قلب كاس العالم 26. العميد حسام حسن اخذ القرار الجريء اللي محتاج شجاعه وقلب، استدعاء للقائمه الاساسيه للفراعنه في المونديال. دلوقتي واحنا بنتكلم حمزه عاش الاجواء دي ولعب في ماتشات المجموعه السبعه ضد بلجيكا ونيوزيلندا وايران. متخيل التحول؟ رسالتي بقى لحمزة عبد الكريم بشكل شخصي، يا ابني اذا حسيت ان انت متضايق او منزعج بسبب كلامي او بسبب الطريقه اللي انا اتكلمت بيها فانا بعتذر لك. خالد ورداري كمل. مش استنى بس عشان هنسقف كلنا دلوقتي. والله بدل ما كان يقعد يتفرج على صلاح ومرموش في التلفزيون دلوقتي بيشاركهم غرفه اللبس، بيعملوا مع بعض جبهه هجوميه مرعبه للعالم كله. العين مش بس عليه من الجماهير المصريه، العين الاكبر والاخطر هي عين الداهيه هانز فليك مدرب الفريق الاول لبرشلونه. لو تدرس تاريخ فليك للتدريب تكتشف انه بيموت في نوعيه المهاجم المحطه ويكون قوي بدنيا. عملها مع ليفاندوسكي في باير وبرشلونه، عملها مع نيكولاس في منتخب المانيا. بروفايل حمزه راكب بالملي على طريقه لعب فليك. لما سالوه عن الشاب المصري فليك قالها علنا ومن غير اي تحيز: احنا بنخطط لفتره الاعداد للموسم الجديد، استنى نشوف الوجوه الجديده، وحمزه خيار متاح وجاهز جدا للفريق الاول. الولد دلوقتي عايش ما بين عالمين، بيجهز لماتشات مصريه مع الشباب زي نهائي كاس الابطال ضد ريال مدريد، وفي نفس الوقت لابس تيشيرت المنتخب الاول في المونديال، بيستعد لفتره اعداد للفريق الاول للبارسا. وهنا نوصل للنقطه اللي قلبت الدنيا، النقطه الماديه والتخطيطيه. لما حمزه وصل لبرشلونه لاول مره قيمته السوقيه كانت حوالي 100,000 يورو. النهارده القيمه دي طارت للسما وكسرت حاجز المليون يورو كماركت فلو مبدئي. عقد الاعاره اللي كان معمول مع الاهلي كان فيه بند شراء بقيمه اساسيه تراوح ما بين 1.5 مليون ل 3 مليون يورو، وممكن تخلص على 5 مليون بالحوافز والمكافآت. بس في جنون سوق الكوره بتاع النهارده لما تشتري مهاجم بالبروفايل ده بالسقف العالي ده والدي ان ايه ده بالرقم ده، انت اكنك بتشتري لعيب ببلاش. دي صفقه القرن. عشان كده اداره برشلونه الفنيه جالها رعب تكتيكي. قالوا احنا لو استنينا لما كاس العالم يخلص والواد ده اخد دقايق ولعب كويس قدام بلجيكا او في الادوار الاقصائيه، قيمته السوقيه هتنفجر وانديه الدوري الانجليزي هتدخل طاير 30 و40 مليون يورو وتغري اللاعب. علشان كده في 23 يونيو برشلونه قطعت الطريق على كبار اوروبا وفعل البند رسميا وحول عقد حمزه لاقامه دائمه ممتده لحد 29. خطه جوه النادي واضحه وصريحه، حمزه هو مشروع بعيد المدى عشان يبقى خليفه الاسطوره ليفاندوسكي. التكيف السريع، الغريزه التهديفيه، الشخصيه اللي ما بتهابش حد، كل دي مؤشرات بتقول اننا قدام اسطوره مصريه جديده بتتبني في كاتالونيا. بس خليني اسالك سؤال منطقي بسيط، لو الولد ده ما عندوش موهبه ايه اللي هيخلي كشافين اوروبا يكتبوا اسمه في النوتة بتاعته؟ وايه اللي يخلي نادي عنده تاريخ في اكتشاف للمواهب زي رونالدينو وميسي وانيستا يدفع فلوس عشان يشتري صفر على الشمال زي ما ناس وصفته؟ مهيب عبد الهادي على الهواء مباشره شاكك في موهبته وتجربته. سامح حسن نجم الزمالك السابق قالها صريحه: حمزه صفر على الشمال، ما عندوش موهبه. ناس تانية قالت لو اهدر فرصه في المونديال الخطا ده هيطرده لحد الاعتزال. بس كشافين اللماسي ما قالوش صفر على الشمال. 19 ماتش مع تحت 17 سنه فيهم 12 جون و6 اسيست، افضل لاعب في بطوله شمال افريقيا، هاتريك في 15 دقيقه. في اللحظه دي احنا في قلب كاس العالم 26. الشاب اللي قالوا عليه اكبر من حجمه بيقف في نفس الملعب مع صلاح ومرموش، مش كضيف، كزميل. المفارقه ان اللي هاجموه ساعدوه، لان مفيش وقود بيحرق لاعب شاب اسرع من انك تقول له انت مش هتعمل حاجه. الرحله لسه في اولها والقصه بتتكتب قدام عيوننا سطر بسطر. شاب مصري عنده 18 سنه شايل طموح هجوم برشلونه المستقبلي وبيحارب في المونديال عشان يثبت نفسه قدام المشككين قبل الداعمين. ربنا يكرمه. دودار ما تتكلم يا دودار. اتمنى ان هو ربنا يكرمه. لا اتكلم، قول له يعني ايه يا حمزه عبد الكريم. بص برضه عشان خاطر تبقى انت عشان ما نديش الموضوع اكبر كابتن محمود احنا قلنا اللي انا بتكلم في حته الاشاده. واتمنى ليك مسيره ناجحه. انت زي ابني، انا عندي ابني نفس سنك، فمستحيل ان انا هضايقك يا ولد يا حمزه العيب. لو عجبك التحليل ده وسرد القصه وعمقها التكتيكي ما تنساش تخبط اللايك المتين، تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك قصص وحكايات ناس بتاثر في العالم. وبس كده، يلا روح نام.